في سبتمبر عام 1260 ميلادية خاضت القوات المصرية بقيادة السلطان سيف الدين قطز معركة عين جالوت ضد قوات المغول عند المدخل الغربي لوادي نهر الجالوت الذي يصب في نهر الأردن. وكانت خطة القائد المصري قطز في المعركة تعتمد على تقسيم جيشه إلى 3 أقسام. أولها الجناح الأيسر، وهو فرقة خفيفة من الخيالة بقيادة الظاهر بيبرس الذي بدأ المعركة بسلسلة من الأعمال التعرضية على مقدمة القوات المغولية حتى نجح في استدراج قوات المغول إلى داخل الوادي. وفي نفس اللحظة غادر الجناح الأيمن مواقعه وتقدم داخل الوادي والتف حول الجيش المغولي، ثم غادرت فرقة القلب مواقعها بقيادة قطز ونجحت في تثبيت قوات العدو وتعزيز الجناح الأيسر. ونجحت قوات الجناح الأيمن في الإطلاق على قوات العدو الذي أصبح محصورا بين الجبال عن يمين وشمال وبين القوات المصرية من الأمام والخلف. ودار قتال شديد انتهى بإبادة ما لا يحصى عدده من قوات المغول، وأسر من بقى، واضطر فوج من خيالة الأعداء إلى الاختفاء في مزرعة للقصب بالقرب من ساحة القتال، فأمر قطز بإشعال النيران في المزرعة بمن فيها من المغول. وما أن حل عصر ذلك اليوم حتى انتهت جميع أعمال المقاومة واندحرت قوات المغول، وانتصر الجيش المصري انتصارا ساحقا حقق الأمن والأمان لمصر والعالم الإسلامي من أخطار التدمير والقتل، وأنقذ الحضارة الإنسانية من هجمة بربرية عاتية.